مسؤولية الهدف الثالث هي مسؤولية إبراهيم دياز وليس مسؤولية لاعب آخر. دائما هذه الأخطاء الفردية الصغيرة التي تكون نتيجة العياء أحيانا، نتيجة ثقل المباراة وأهمية المباراة. اليوم حينما نحاول أن نتحدث عن الهدف الثالث قد يقول البعض لو كان اللاعب لاعب 90 دقيقة أو 10 دقائق ممكن أن نفهم أنه شعر بالعياء، ولكن إبراهيم دياز كان قد دخل وبقيت أقل من 10 دقائق على نهاية المباراة في وقتها الأصلي، ولا زال طري أن اللياقة البدنية يجب أن تكون في قمتها، أنه حتى لم يكمل ربما 35 دقيقة. ولكن الخطأ هو ليس خطأ متعلق بالطراوة البدنية، هو خطأ يتعلق بالتركيز، أي يتعلق بالجانب الذهني، وهذا بالطبع لا نريده نحن في المنتخب المغربي. وإبراهيم دياز مع الأسف الشديد نقولها ونقر بها كان ينتظر الكرة، وفي عالم كرة القدم اليوم لا تنتظر الكرة، تبادر إلى الكرة.